في واحد القصر كبير وفخم بطراز كلاسيكي كانت ساكنة عائلة أحمد المدني. أحمد المدني هو رب العائلة في وسط الأربعينات ديالو، راجل طيب بزاف وكيحب عائلته حتى لدرجة كبيرة. سلوى المدني مراته مرا كريمة وطيبة ومتواضعة، حتى هي في بداية الأربعينات. بنت عمه ياسين المدني بطل الرواية عنده 23 عام، وهو الولد الكبير ديال أحمد. حمزة المدني فاكهة العائلة، شاب مرح بزاف ومتفوق في القراية، ولكن مازال ما تحملش المسؤولية. مريم المدني مدللة ديال العائلة، خجولة بزاف ومحجبة، عندها أخلاق عالية وتواضع كبير، وبزاف مدللة عند باها أحمد حيث هي البنت الوحيدة. واحد الصباح على طبلة الفطور الكبيرة كان أحمد كيقرا في الجورنال. حمزة ومريم كيقولوا صباح الخير يا بابا. أحمد قال لهم صباح النور أولادي. أما سلوى انتقات، فين ياسين؟ واش مازال منزل؟ تبادلوا حمزة ومريم النظرات. أحمد حس بلي ياسين ما رجعش البارح وبات برا الدار، ولكن خاص سلوى ما تعرف باش ما تعصبش حيت عندها الضغط كيطيح ليها، كيخبعوا عليها المشاكل كلها حفاظا على صحتها. أحمد قال لها ياسين مشى الخدمة بكري. سلوى قالت لي في واحد الحي شعبي. كانت نسمة كتقلب حتى هي في الجورنال على خدمة تنقذها من الفقر ومن عمها اللي كيمن عليها بالمصروف وكيحاول يزوجها بولده بالضغط منها. نسمة بنت في عمر 24 عام، يتيمة الوالدين، عندها عينين كحلين وشعر بني لونها قمحي وملامحها هادئة. لقات واحد حط الإعلان باللي محتاجين شي وحدة، جا نهار اللي غدير حوايجها وخدتهم من عند صاحبتها باش مشات. أما في قصر المدني في مكتب أحمد كانت نسمة كدير المقابلة. أحمد قال لها باينها لك بنت طيبة وغتهلاي في الوالدة ديالي المريضة المسنة، ولكن كاين شرط انساه ولدي كتبوه في الإعلان. نسمة بتوتر قالت تفضل يا سيدي. قال لها خاصك تباتي مع ماما وتاخدي الراحة وقت ما بغيتي. شفتها فرصة باش تهرب من عمها، قالت ليه موافقة يا سيدي. قال لها أحمد مرحبا بنتي مريم غتعرفك بكل شيء، ومن اليوم راك ماشي غير ممرضة، راك بحال ولادي. الناس ما قالت ليه هادشي راه شرف لي يا سيدي. احمد قال لها انتي بحال وحده من ولادي. هي بخجل قالت لي واخا سيدي. ضحك احمد وقالت لي مريم اييه بابا تعتبر راسها وحده منا. احمد قال لها الوالده ديالي من الفوق غتبقى تقول لك نجوى، اي وحده جات كتسميها نجوى على اسم واحد اختي توفات الله يرحمها. نسمة قالت لي ماشي مشكل سيدي، حتى نجوى زوينه. فرحت بزاف بالاسم وحسات يمكن حياتها غادي تبدا تبدل. مريم قالت لها يلا نوريك الدار اختي نجوى. نجوى قالت لها واخا اختي. المهم دخلوا اول غرفه، قالت لها مريم هذا بيتي زوين. خرجوا ودخلوا الغرفه ديال حمزه، قالت لها هذا خويا حمزه. حمزه بالضحك يقول مرحبا بنجوى العاشره. الله يعينك مع جداتي. مريم قالت لي هذه نسمه، مين انت عارف باللي غتبدليها جده السميه. حمزه قال لها الممرضه الجديده. مريم قالت لي بابا قال لنا نعاملوها مزيان. حمزه قال لها انا حمزه المدني مرحبا بك اختي. قالت لي نجوى اللي هي نسمه تشرفت بك سيدي. قال لها المهم خاصني نمشي للجامعه. مريم قالت لي واش غترجع للغدا؟ قال لها اكيد. وصلوا الغرفه ديال ياسين. مريم قالت لها هذه غرفه ديال خويا الكبير ياسين، ما كيدخلها حتى واحد بلا اذن ديالو، صارم بزاف وكيحب هذا النظام وكيعشق الحديد ولونطريما، زعما كيتريني وكيهز حمل الاثقال. نجوى شفت في الصوره ديالو شاب قوي عنده بنيه جسديه قويه باينه عليه كيعشق فيه للحديد. ياسين قالت لها عيني عسليين شعره اسود وملامح صارمه. خفت شويه ولكن الفضول ديالها زاد. دخلوا الغرفه ديال جده لاله فاطمه، كانت مرة طيبه كتحب حفادها بزاف خصوصا ياسين. اما في شركه المدني ياسين قال لها شنو قلتي لماما؟ قالها لي زعما. احمد قال ليه قلت لها نزلتي بكري للشركه ولكن ملي ترجع وتشوفك غتعرف كنتي في الماتش. ياسين بعصبيه قال لي هذه حياتي وانا حر، ماما كتعاملني بحال شي دري صغير. علاش؟ احمد قال لي هذه ماماك والوالد ديالك وخايفين عليك. وقع نقاش بينهم حتى خرج ياسين غاضب. وصل حمزة الدار. سلوى عرفات ياسين ما كانش في المكتب، ناض صداع بيناتهم ولا صوت هدرتهم كيتسمع في القصر كله. حمزة قال لهم خلوهم ماما وياسين كالعادة. نجوى قالت لهم واش غتخليهم يتخاصموا؟
مريم قالت لها هاد الشي راه عادي ديما هكذا، راه كتعاملنا بحال الدراري الصغار، خصوصا ياسين، وياسين قاصح. كانت اول مره تشوف ياسين وفي هاد الحاله، معصب وغاضب، صوته قوي وهيبته مخيفه. من بعد ساعات كانت نجوى طالعه وهو هابط، شافها لاول مره وما عطاهاش اهتمام. ياسين في خاطره قال شكون هادي؟ نجوى في خاطرها قالت هذا انسان غريب وقالب وجهه. دخلت لغرفه الجده، فجاه دخل ياسين وتفاجأ بيها تما، وكان اول لقاء بينهم. ياسين تفاجأ من اللي شافها في الغرفة ديال جداته، ولكن ما عطاهاش حتى اهتمام من المرة الثانية، حتى السلام مردهاش عليها. نجوى في عقلها واحد متعجرف في طبعه، سلم على جداته بس يديها، وفجأة شداته من ودنه، وكان المنظر مضحك بزاف. ياسين قال لها جدة اش هاد الشي؟ جدة قلت لك ما زدش عليا هكا. لاله فاطمة بمزاح قالت ليه رد السلام على البنت. ياسين ما تسوقش، قال سلام بطريقة حاس براسو، ومن بعد طلقات ودنه. ياسين سخرية قال واش سلوى ولدت شي بنت من ورايا؟ لاله فاطمه قالت لي علاش؟ قال لها حيت شفتكم محترمين هاد البنت كتر من مريم في الدار. الجاده قالت لي هذه نجوى بحال وحده منكم. ياسين بغرور قال انت الممرضه الجديده؟ لاله فاطمه قالت لي فحال بنت. ياسين بتعجرف قال انا سميتي ياسين المدني وانتي؟ قالت لي انا سميتي نجوى العمري. ياسين بعجرة فقال ساكنه في الكريان، كيفاش غتكوني مؤهله قبل جداتي؟ تصدمت نجوى من كلامه. لاله فاطمه قالت بعصبيه خرج برا ياسين برا. خرج ياسين حتى هو تفاجأ من الكلام اللي خرج منه، لسانه كان بحال السيف. الكلمة خرجات وجرحت قلب نجوى، كانت جروحة من قساوة عمها مازال ما براوش، وجاهد المتعجرف وزاد ألمها. لاله فاطمة قالت لها ما تديش عليه، هو راه ما كيعرفش يهدر، نسى يا بنتي. ياسين لسانه هكا قاصح وماضي وما كيعرفش اش كيقول. تجمعوا الدموع في عينين نجوى ولكن حبساتهم، وقالت بصوت مبحوح عادي يا جدة، ما وقع حتى شي مشكل، موالفة. دابا انا غادي نمشي للناس، الا ما بقيتي محتاجه لوالو، تصبحوا على خير. لاله فاطمه قالت لها واخا بنتي تصبحي على خير. خرجت نجوى للبيت اللي عطاوها تسكن فيه، كان زوين صراحه، وانفجرت بالبكاء. كان ياسين دايز من حدا الشومبر ديالها وسمع بكاها، حس بوغزه في قلبه، ندم علاش تكلم بديك الدرجه وبديك الهضره اللي خايبه. في ديك اللحظه كانت مريم جايه. مريم قالت ليه انت حصلتك اش كدير هنا؟ قال لها كنت هابط للمكتب وسمعت الصوت. قالت لي هذا صوت نجوى. دخلت بالزربه ولقيتها كتمسح دموعها وكتخبع فيهم. مريم قالت ليها مالك اختي ياك لاباس؟ اش واقع؟ ياسين حس بالالم ومشى بالزربه قبل ما تشوفه للمكتب. مريم قالت لي عاودي ليا انا فحال صاحبتك، شنو بيك وشنو اللي قلقك؟ وشي واحد اللي قلقك؟ مسحت نجوى دموعها وقالت غير تفكرت بابا وماما. مريم قالت لي الله يرحمهم، عرفت من الجده باللي ما عندكش والديك، هاني شويه معاك. بقات معاه حتى النسات. اما في غرفة ياسين دخلت مريم بلا ما تستأذن، لقاتو كيدير التمرين لابس تيشيرت اسود وجسمه مبلل بالعرق ديال السبور الرياضة. نحات ليه السماعات من ودني وقال ليها اش واقع مالكي دخلتي بلا اذن؟ قالت لي غير بغيت نطمن عليك. ياسين قلتي شي حاجه للممرضه؟ قال اش بيني وبينها جايه باش تسولي هذا السؤال انتي؟ انا ما مسالي ليك لا ليها ولا ليك. قال لي مريم. قالت لي نعم. قال علاش البنت الجديده سكتات؟ قالت لي قالت باللي تفكرت باباها وماماها وشكيت باللي كاينه شي حاجه اخرى، هادشي علاش سولتك. قال لها تمشي تزورهم. مريم بحزن قالت لي لا اخويا راهم توفاو. سكت ياسين وحس بالحزن. قالت لي مريم يا تصبح على خير انا غادي نمشي للناس باي. مريم تلقت مع اخوها حمزه وقالت لي فين غادي؟ قال لها انا غادي نمشي نسهر مع صحابي. مريم بعصبيه قالت لي فين؟ فهاديك الديس كو. قال لها هادشي ماشي شغلك اختي، سيري وبرقي لماما يلا. قالت لي ويه نقدر علاش لا؟ قال لها عارف. خرج حمزه ومشى مع الدراري صحابو يسهروا. كان عامر داك الملهى بالبنات والدراري، كانوا ناشطين. سليم قال لي فين خوك ياسين باقي حاس براسو؟ حمزه بغضب قال لي سليم هضر باحترام. ناضت المدابزه مع بعض، هزموه سليم وعطاه واحد السقله. ايوا رجع حمزه للقصر قريب للفجر ولقاه ياسين. ياسين قال لي شكون دار فيك هاد الحاله انت؟ عاود ليه كل شيء. قال لي سليم ياك. نزل احمد الفجر غطى ياسين على حمزه، ولكن احمد شك. من بعد الصلاه كانت نجوى جالسه بكاس ديال القهوه وقال لها صباح الخير بنتي. قالت لي صباح النور عمي. بان لها الحرج بين نجوى وياسين. احمد قال لها عينيك مالهم؟
قالت لي غير الحساسيه. احمد قال لي ياسين منين ترجع خدها للطبيب. قال لي ها ياسين واخا الا كنت مسالي. من بعد بقات نجوى والحاج احمد بوحدهم. نجوى قالت لي مالك عمي. احمد مقلق وقال لها حاس بياسين وحمزه مخبيين شي حاجه. نجوى قالت لي ان شاء الله ما يكون غير الخير وان شاء الله كل شيء يكون بخير. احمد بحزن قال يا ريت. على الطاولة ديال الفطور وهما كياكلوا شافوا لاله فاطمه هابطه في الدروج بالمساعده ديال نجوى. نض احمد بالزربه عاونهم. احمد بالفرحه قال اخيرا الوالده نزلتي كيف وقع عليك. لاله فاطمه قالت ليه البركه في نجوى بنتي الله سخرها ليا ولات سبب في صحتي تحسنات الحمد لله. ابتسمت نجوى ابتسمت بخجل وجلسوا كاملين على الطابله. كلشي فرح وجلسها في الكرسي معاهم في الطبلة ديال الفطور وهما كياكلوا حتى شافت سلوى شافت الدرابي في وجه حمزة. اش هذا اللي في وجهك؟ بلا حمزة ريقو بصعوبة واش يقول الحقيقة ولا يكذب. سلوى قالت لي حمزة كنهضر معاك. قال لي كنت في لاصال كنلعب البوكسين. شفت سلوى بغضب ومن بعد شفت ياسين. ياسين قال لي علاش كتشوفي فيا ما عندي حتى علاقة هو اللي مشى براسو. حمزة قال لها ماما هو ما عنده حتى علاقة. شفت نجوى في ياسين كيف ما قالت مريم قاصح مع كل شيء. احمد قال لي ياسين قال لي شنو بابا. احمد قال ليه ارجع بكري اليوم باش تمشي مع نجوى للطبيب. لاله فاطمه قالت لها مالك مال نجوى بنتي مالك. احمد قال لها عندها حساسيه وعينيها كانوا منفوخين بزاف. نجوى قالت لي ما كاينلاش طبيب عمي شويه غنكون بخير. احمد قال لها ما بغيتش النقاش مفهوم. نجوى قالت لي اللي بغيتي. احمد قال لي ياسين ما تعطلش. ياسين بعصبيه قال شوف معاه حمزه هو اللي مسالي يمشي معاه هو. احمد قال لي الله يرضي عليك وليدي بلا ما نزيد نهضر. حمزه قال لي خويا ما نقدرش انت كتشوف حالتي. ياسين قال لهم صافي خرجوا هو معصب. احمد قال هاد الولد خاصو يعاود يتربى من جديد. مريم قالت لي بابا ايه ديما هكا غير صبر. احمد قال له عييت من عقليته بحال الا عايش بوحده. لاله فاطمه قالت لي احمد ياسين كبير وعارف مصلحته. سلوى قالت لاش من مصلحه خالتي اش حتى دابا ما بغاش يفكر ويستقر ويتزوج. لاله فاطمه قالت لها خليه بلي ما يبقاش حد يهضر معاه في هذا الموضوع غيتزوج راك عارفه ولدك عنيد. نجوى في خطرها قالت هاد ياسين داير هاد القلق كامل وهاد الصداع في الدار كامله يا لطيف الله يستر غير ما يكونش باغي يسطحني حتى انا. ياسين قال لي الو عثمان بغيتك معايا الليله انا وانت غير بوحدنا خاصنا نساليو داك الموضوع قبل 12 الليل. سد التليفون وهيت للسكرتيره. نعم سيدي. قال اي مواعيد من بعد 6 لغيهم. السكرتيره قالت لي واخا سيدي. مريم قالت لاش واقع عليك حمزه مالك. حمزه قال لها حاولت ندافع على راسي نكون قوي بحال ياسين وما قدرتش. مريم قالت لي واش من نيتك انت كتقلب على الرجوله في الصهير مع الليل والبنات والدراري. المهم ياسين مع الخمسة رجع للدار. مريم قالت لها نجوى قال لك ياسين لبسي باش تنزلي. نجوى قالت لها مريم اجي معايا عافاك. مريم قالت لها واخا اختي انا نهبط معاك غير الباب والله يكون في عونك. نجوى قالت لها علاش شنو غيدير ليا. مريم قالت لها غير ضحكه معاك. نجوى في خاطرها قالت ياسين كلشي هنا كيحسب ليه ألف حساب اش كيحسب راسو اصلا. بدلت نجوى حوايجها ولبسات حويجات بسيطه ورقيقه بالحجاب ديالها. نجوى قالت لها انا واجده وهبطات. قال لها ياسين يلا وخرج وخلاها. ركبت في الكرسي اللور. ياسين نطق بعصبيه اجي لقدام انا ماشي شي فور عندك يلا. قالت لي ما بغيتش. ياسين بصوت مخيف قال اجي قلت لك ولا ما يعجبك حال. جلست لقدام وسكتات. وقف ياسين في الكورنيش. نجوى قالت له علاش وقفتي هنا واش هذا هو الطبيب. قال لا انا وانتي عارفين ما عندك حتى حساسيه عارف باللي كنتي كتبكي بسبب كلامي. سكت شويه وقال انا سمحي لي جرحتك. نجوى بقات مصدومه كتقول في بالها كيعتذر من الفوق كيفاش وقع عليه ومني زعما يكون فيه شويه د الرحمه ما نظنش. اوكي ماشي مشكل قبل اعتذارك. ابتسم لاول مره وكانت ابتسامه جذابه. نجوى قالت لي اول مره نشوفك تضحك. قال لها وانا اول مره غادي نضحك. نجوى قالت لي ممكن نقول لك شي حاجه. قال لها سربي قوليها راني ما مساليش. نجوى بخجل قالت خاصك تبدل شويه حيت بهذه الشخصيه كتخلي كلشي يخاف منك. ياسين بحزن قال عارف وكان بغي نتبدل ما كنقدرش اول مره نقول اللي في قلبي لشي واحد انا هكذا واش تعاونيني نتبدل. قالت لي نجوى انا واخا مرحبا.
قال لها من غدا اليوم عندي شي حاجه مهمه حتى نساليها. رجعوا للفيلا هما كيضحكوا. مريم اندهشات. ايه كيضحك؟ سلوى قالت اخيرا ولدي ضحك. اش واقع؟ قضاو اليوم كامل في الضحك حتى 11 الليل. من بعد ما نعسوا كاملين خرج ياسين مع حمزه وكانت نجوى في البالكون وشافتهم. من بعد ما تاكد ياسين ان الجميع نعسوا خدا خوه ومشاو، ولكن نجوى كانت في البالكون شافتهم وحست بشي حاجه ما هياش وقالت في خاطرها علاش انا مقلقه عليه هكا؟ واش هاد الاحساس هو كيبقى وحش عصبي؟ حتى واحد ما يقدر يقرب للعالم ديالو. كان وعدني غادي يتبدل، واش بصح غادي يتبدل؟ ما عرفتش. في طريقهم ياسين عيط في التليفون. فين انت يا عثمان؟ نزل دغيا 5 دقائق وتكون تحت الدار. حمزه قال لي واش هذا هو عثمان ولد عمي؟ ياسين قال لي رجع اللور غادي يمشي في الطوموبيله وحده. نزل حمزه وركب اللور ورجع عثمان وركب معاهم. عثمان عنده 23 عام، سين ياسين وكيشبه له بزاف. عثمان مزوج وعنده ولد عنده 5 سنين وكيعشقو ياسين بزاف. عثمان ضابط وكيحب خدمته بزاف. ياسين قال ليه بخير انت كيف داير؟ قال له عثمان الحمد لله بخير. ومن بعد مشاو للملهى. بمجرد ما دخل ياسين ترحبوا الناس كاملين حيت كيعرفوه مزيان. ياسين شاف هاني اللي عطى لخوه ديك السقله بوحدو. قال ليه انت اجي هنا قبل ما نجيك. بدا حمزه يفرغ فيه الغضب ديالو كينتقم وكياخد الثأر ديالو. وياسين حتى هو واخد راحته بقوه انه يعطيه في السقلات. ياسين قال لي وياك تعاود تفكر تجبد سميتي مره اخرى ولا حتى تفكر تحط يديك على خويا. خرجوا من الملهى ومشاو للجيم ومن بعد رجعوا للدار. اما في دار المدني كان احمد غاضب بزاف من بعد ما خرج الخبر في الجرائد بصور ياسين تفتك الملهى. قال لي مرحبا بك ولدي العزيز. دار مشكل كبير بين احمد وياسين وحمزه وصداع زاد بيناتهم في الدار كامله. احمد قال لي سمعت انك غادي تتبدل وغير هضره خاويه عاد ما زايد فيه. ياسين قال لي ما غاديش نتبدل، حتى واحد ما يستاهل نتبدل على قبله. وهنا بدا الماضي ديال ياسين يبان. رجع ياسين يتفكر داك النهار من بعد 7 سنين. كان مازال ضابط في الشرطه وكان كيحلم بمستقبل كبير، لكن احمد قرر يجبره يخدم في الشركه ويخليه يخرج من الشرطه. ياسين قال لي مستحيل نخلي خدمتي. احمد قال لي هذا امر ماشي كنطلبك ولدي. رفض ياسين ولكن تفاجأ في الصباح بالقرار ديال الاهم. طردوه من الشرطه. رجع للدار وهو مهزوم من نهار معصب وكاره كل شيء. بكى لأول وآخر مرة. أحمد حبسه في بيته يومين ومن ذاك النهار ياسين قصاح قلبه مع كل شيء. حمزة كيقول كل شيء غادي يتحسن. ياسين قال لي ما كاين حتى حاجة غادي ترجع كيف كنت. من بعد الأسبوع أحمد عيط على ياسين وعثمان للعشاء. أحمد قال لهم عمكم حميد وعز الدين غادي يجيو وعندي خبر زوين لكم. مريم فرحات حيت كتعشق عز الدين. أحمد طلب من ياسين يوجد حفلة صغيرة وخرجوا البنات يختاروا باش يحضروا. طلعت نجوى ومريم للبيت. مريم نجوى قالت لها شكون عز الدين؟ مريم بتوتر قالت لها ولد عمي. وبداو كيضحكوا. وفجأة تحل الباب بقوة وغضب. ياسين قال شنو كديري هنا؟ مريم قالت لي والو اخويا غير كنضحكوا جات معايا بغيتها. قال الا بغيتو تضحكوا ضحكوا بلا صوت، راه ماشي غير نتوما اللي كاينين في هاد الدار، ماشي عايشين بوحدكم كاينين الناس برانيين هنا. كان عنده الحق حيت الصوت ديالهم كان عالي بزاف. ياسين بسخريه قال انت المفروض عليك تكوني واعيه ماشي تصرفي بحال الدراري الصغار. قالها وخرج بلا ما يسمع الرد. نجوى في خاطرها قالت باين رجع الأسوأ من قبل. مريم قالت لها ما تديش عليه كتعرفيه كيفاش داير واخا هكذا قلبه بيض، هو ما كيعرفش يتعامل غير بهاد الطريقه. نجوى قالت لها ما وقع والو مريم عادي ولفتو. دخل عليهم عثمان قال لهم عمي قال لي نجي باش تهبطوا توجدوا باش تخرجوا. مريم بدال قالت لي اوكي. قال لها عثمان هالتصرف ما مريحنيش شنو بغيتي؟ مريم قالت لي انا وهاد المسكينه ما خرجناش من مده ومن نهار جات وبغينا نخرجها ديالك ولد عمي. عثمان قال لها باباك اصلا ما حاملنيش، الا تعطلتو غادي يوبخني انا ماشي نتوما. قالت لي غير على خاطري باش نساو الهضره ديال خويا ونهرسوا الملل بليز. عثمان قال لها كان خارج من عندكم شفتوا شنو وقع؟ مرام قالت لي سمعنا الهضره ومشى وجرح هاد المسكينه. عثمان قال لي علاش؟ نجوى هي حابسه دموعها. لا والو غادي نمشي نشوف الجده نعطيها الدواء ونرجع نبدل ونخرجوا الا كنتو قررتوا تخرجوا. دخلت عند جدتها. الجده قالت لها مالك بنتي؟ نجوى قالت لها والو يا جده. الجده كتشوف الدموع وقالت ليها كنشوف الدموع في عينيك علاش؟ قالت لها غير فاش كنت طالعه دخلت شي حاجه في عيني.
دخلت مريم قالت لها شكون غيره اللي كان كدا على هاد الدار كامله. الجده قالت لها ياسين واش دار لك شي حاجه تاني. مريم عاودت ليها القصه، والجده قالت لها هو عنده الحق وغلط في نفس الوقت. خرجوا يتسوقوا، ما بقاوش مسوقين وكان نهار زوين بزاف. شراو الفساتين. مريم قالت له عثمان جات خليونا نمشيو ناكلو. قال لها مرحبا. وانتي يا نجوى؟ نجوى وهي حشمانه وقالت بصراحه. قال لهم عثمان كاين مطعم زوين بزاف، ياسين قال لي عليه. دخلوا المطعم وكيضحكوا. المهم نرجعوا للشركه. عز الدين قال كلشي سالا دابا شنو نديرو. ياسين قال لهم انا غادي نمشي نتغدى. وصل المطعم وتفاجأ بيهم. مريم قالت لي ياسين قال لهم خلصتوا. مريم قالت لي قال لها شريتي الفستان شنو لونه. قالت ليه بينك فاتح. ياسين بخبط قال لها زوين. وانت يا نجوى؟ حيت غادي يكونوا الناس مهمه، عندك تحشمي بينا. نجوى قالت لي مو فاتح. مريم قالت لي نفس اللون اللي كتبغي انت. نجوى قالت غريبه، منين دخلت القصر وانا كنشوفك غير بالاسود، بحال الا داير حداد. تصدم ياسين، فعلا من 7 سنين هو لابس غير هاد الالوان. مشات نجوى تغسل يديها ولقات السيده مع ولد صغير. اسراء قالت لي ساليتها ياسين. الطفل قال لها ماما. نجوى تفاجأت بالاسم، عطت للطفل الشوكولا. اسراء قالت لها شكرا. نجوى قالت لها انا نسمه. اسراء قالت لها وانا اسراء وهذا ياسين ولدي. خرجوا بجوج وتفاجأ ياسين ملي شاف اسراء. نجوى قالت لي اسمح لي تعطلت. ياسين قال لها ماشي مشكل. اسراء قالت لي ياسين. نجوى دارت وقالت حتى احنا عندنا ياسين. بنت نظرات غريبه بينهم، عتاب الم، بحال كيعرفوا بعضهم. نجوى قالت لي واش كتعرفوا. ياسين قال لها كانت زميلتي في الكليه. اسراء قالت لي غير زميله. اه عندك الحق. نجوى وكتقول وانا كنقول كيفاش الاسم متشابه. قال لها الاسم. اسراء قالت لي هذا ياسين ولدي. بان ياسين ضعيف لأول مرة. ياسين قال الله يخلي لك. إسراء قالت لي آمين حتى أنت، الله يخلي لك ولادك. قال لها أنا متزوجش. قلت لي والله يرزقك بالزوجة صالحة. ياسين قال لها فرحت بشوفتك. يلا نجوى. إسراء قالت لي خطيبتك. قال لها غادي نتزوجوا على قريب. نجوى تفاجأت وخرجوا. نجوى بغضب قالت لي كيفاش قلتي أني خطيبتك واش من نيتك. قال لها هادشي ماشي شغلك وعندك تمشي تشكمي بيا تعاودي لشي حد هادشي اللي وقع بيناتنا. قالت لي علاش. قال لها غير ما تقوليش. نجوى قالت لي واخا لي بغيتي، اصلا انا ماشي اللي شفتها كنقولها عارفه راسي. رجعوا للمطعم. ياسين ما كياكلش غير كيشوف اسراء وولدها اللي كانوا جالسين قرب ليهم، بان عليه الالم بزاف. رجعوا للقصر. عثمان كيعاود النجوى من بعد 7 سنين تبدل ياسين. نجوى قالت لي علاش. قال له هو اللي خاصو يعاود ليك. طلع ياسين لبيتو شحال الضو وخرج ألبوم الصور. بدا كيشوف في الصور وخدا صورة من داك الألبوم. نزل الحديقة ديال القصر وجلس تحت الشجرة وبدا دموعه كتنزل لأول مرة من بعد 7 سنين. كانت نجوى كتراقبه من البالكون وبدات محتارة، واش تنزل تواسيه وتعرف مالو ولا تخليه بوحدو. قررت صراحة واضح أن إسراء هي الحب القديم ديال ياسين وبازال كيبغيها، وهذا الشيء غادي يشعل حس الغيرة عند نجوى. جلس على الأرض وسند ظهره على جذع الشجرة. كان غارق في تفكيره لأول مرة من بعد 7 سنين. كانت دموعه كتنزل. كان كيشوف واحد الصورة بألم كبير في نفس الوقت كتراقبه من البالكون ديالها نجوى. دخلت في صراع كيف ما قلت لكم مع راسها، واش تمشي تواسيه ولا تخليه بوحدو. حتى قررت تهبط. لبست جاكيطة وهبطات. قالت ياسين قبل ما يشوفها دور وجهه بسرعة ومسح دموعه وخبى الصورة من وراه. قال لها كاينه شي حاجة شنو خاصك انتي. قالت لي مالك يا ياسين. قال لها ما مالي والو انا مزيان. قالت لي متاكد. قال قالت لي ماشي اتفقنا انك غادي تبدل. قال لها كنت باغي ولكن ما غادي نتبدل حتى حاجه فيا. شكونتي باش تدوي معايا بهذا الاسلوب. قالت لي علاش يا ياسين. قال لها حيت شنو. ياسين بصراحه ما قال حيت قلبي مات من زمان. قالها مشى دغيا طلع لبيتو جلس فوق ناموسيتو وحط راسو بين يديه. قال كنت باغي نتبدل ولكن فات الوقت قلبي قصاح. بقات نجوى محتاره شكون هذيك البنت اللي خلات ياسين الشريف ينهار بهذا الشكل. في صباح نهار الجمعة دخلت نجوى عند الجدة. ياسين قالت لها الجدة اش واقع بنتي. نجوى قالت لها بغيت نسولك على شي حاجة خالتي. الجدة قالت لها على ياسين ياك. حمار خدود نجوى بخجل وقالت الجدة باين احساسي كان صحيح. نجوى بقوة قالت شكون هي إسراء. الجدة قالت لها إسراء كانت، ولكن قولي لي شكون عرفك بها، فين عرفتي انت اصلا. حكت لها نجوى اللي وقع.
الجدة قالت لها إسراء كانت خطيبة ياسين وكانوا كاتبي الكتاب، كانت أول حب في حياته، ولكن إن شاء الله ما تكونش الأخير. نجوى قالت لها علاش تفرقوا؟ الجدة قالت لها كاينين شي حوايج خاصهم هو اللي يحكيهم ماشي حنا. نجوى قالت لها باين الموضوع صعيب بزاف. الجدة قالت لها من بعد داكشي ياسين تبدل ولا قاصح وقلبه قسى. كان ياسين واقف مع العمال كينظموا الحفل. نجوى كانت كتراقبه من بعيد وكان شارد بزاف في وسط النهار. جا العم أو عثمان وخوه ومرات عمهم، كان سلمى ومرات أخ أحمد كوثر قرب بزاف لبعضهم. ومن بعد شاف أحمد من فخوه بالنظرة فيها شوية ديال الغضب وسلم عليه. أحمد قال ليه فينكم قطعينا لينا. حط أحمد يده فوق راسه بلطف وضحك للجميع. كان ياسين جالس بوحده ما كيبغيش التجمعات. شافوا أحمد بحزن. يلا لبسوا راه الناس غادي يبداو يجيو. نضوا كاملين. داز عثمان حدا مريم وهمس توحشتك بزاف. ايوا حمار وخدد مريم. نجوى قالت لها مريم مالك؟ مريم قالت لها والو، اما ياسين شم ريحه الدخان وتبع الريحه حتى وصل لغرفه حمزه. حل الباب وتفاجأ لقى حمزه كي يدخن. ياسين بغضب قال لي هادشي ماشي وقته، غتجبد لينا علينا غير الصداع انت. حمزه قال لي اخويا حمزه مريض بالضيقه بالروبو ممنوع عليه انه يكمي. سد الباب بقوه. خرجت نجوى ومريم. نجوى قالت لها شكون سد الباب بهالطريقة؟ ما جا حتى رد. دخل ياسين بغضب كبير قال ليه قلت لك آخر مرة دير فيها الكارو كتسمع؟ دخن فيها. مسك يدو ورجع عليه من وراه. حمزة قال لي خويا راه غادي تضرني. قال لي بغيتها تتكسر باش تسمع الكلام. دخل عثمان كيحاول يفرقهم. ياسين كان بحال البركان برزات عروق رقبته والغضب ديالو تزاد كتر. شاف مريم ونجوى واقفين مع عز الدين وزاد الغضب ديالو كتر. شد مريم من يديها بقوة. مريم قالت لي اطلق شكون كاين مالك انت؟ عز الدين بخوف قال ياسين شنو واقع اخويا ياسين؟ علاش شاده هكا؟ ياسين بنظرة غاضبة انت اش دخلك؟ احترم راسك ودخل سوق راسك حسن ليك هادي اختي. عز الدين قال لي اختك من تعارف قريب تكون مراتي هادشي العائلة كلها عارفاه. قال لي نهار تولي مراتك عاد هدر. تعصب عز الدين يحاول يتحكم في راسو. على قبل مريم حمزة بقى واقف بينهم قبل ما ينوضوها. حمزة قال لي خليه يا عز الدين هو حر معاها اختو هاديك. شد مريم بقوة ومشى بها الغرفة ديالها. شاف فيها وشاف نجوى بنظرة حادة. وانتي حتى انتي اجي ورايا. نجوى بخوف قالت لي واخا ندخلوا بثلاثة الشومبر. عز الدين قال لي وريني دراعك. عثمان قال لي خلاص ما بقاش كيوجعني. عثمان جاي يشد ياسين وتملخ. مهم حمزة قال لي واش عجبك داك المنظر وحتى واحد ما قدر يوقفك مالك صاحبي. كان عز الدين كيمشي وكيجي. حمزة قال ليه جلس اخويا راك دوختيني. عز الدين توتر بزاف اخويا غير سمح لي. ياسين زاد عند حدو بزاف ما بغاش يتبدل. اما في غرفة مريم كان ياسين وقال شنو هادشي اللي مطلصين لوجهكم وزايدينها واقفين مع الرجال؟ نجوى قالت لي ياسين هذه حفله ماشي عزو الله يستر والناس كاملين كيديروا المكياج. قال ايه الناس ماشي نتوما نعرف يتمسح دابا فاهمه انت وياها. مريم قالت لي واخا خويا كون هاني. ياسين قال لها والهضره عليك حتى انت سمعتي. نجوى بفرحه داخليه قالت لي واخا. خرج ياسين من الغرفه ودخل لبيته. قال علاش انا توترت وتعصبت لهاد الدرجه؟ ها واش انا لا ما يمكنش ما كاين حتى وحده في قلبي من غير اسراء. اسراء اللي ما بقاتش كتفكر فيك بسببك انت اللي خسرتيها. خرج هاد الافكار وكمل لباسو ديالو. دق السي احمد الباب وقال ممكن ندخل؟ ياسين قال لي تفضل يا بابا. احمد قال لي مازال ما لبستيش ولدي راه الناس كتسنى فينا. قال لي ياسين 5 دقائق ونكون واجده بابا. قال لي واخا ما تعطلش ولدي. دخلت سلوى. سلوى قالت لي ياسين. قال لها نعم. شفتي يا ماما مازال ما لبستش. سلوى قالت لي مازال ما لبستيش علاش الناس كتسنى؟ ياسين ما عندوش مع كلمه ولدي بزاف وهي عارفه هادشي واخا هكذا كتعاودها. ماما قلت لك ما كتعجبنيش كلمه ولدي انا راجل هاد الدلع راه ديال البنات. سلوى قالت لي شنو؟ اسكتي هاد الولد انت ديما في عيني صغيور. نهد زعفان. قالت ليه قالت لاحمد قلت له باللي سناء جايه. قال لها بابا كيفاش جايه شكون عرضها راك عارف حمزه ما كيحملهاش. احمد قال لي بغيتك تبقى مع حمزه الوقت كله ما تخليش يعملها خايب راه بنت الناس. ياسين قال لي واش كتطلب مني انا هاد الشيء؟ احمد قال لي عارفك بحالك بحالو مي دابا غادي دير عقلك انت باش ما يديرش لينا شي فضيحه الا ما صدقتيش انت اللي دايرها. انا نبهتك ولدي
الا شافك كتعاملها مزيان غادي يعاملها مزيان، يعني غيتعلم منك. ياسين قال لي بابا احمد قال لي راه مو والله كيغفر، كتحس باغيه حضن ولدها وتشوفو. ياسين قال لي منين ولدها كتبغيه، علاش لحتو وخلاتو من الاول؟ احمد قال لي ياسين ما ترجعنيش للماضي واسمع الهضره. ياسين قال لي واخا بابا كون هان. نزل احمد ولقى حمزه والدراري. احمد قال لي حمزه بغيتك في المكتب انا وعمك حميد. حمزه قال لي واخا بابا. دخلوا للمكتب وقال لي كنت باغي نقول لك شي حاجه مهمه وبغيتك تسمعني. حمزه ما راح قال لي كنسمعك الحاج. قال لي حميد صافي ولدي بركه من تبوهي لو كون راجل. حمزه قال لي شنو قلتي عمي؟ شفتكم باغيين تحماو عليا ولا شنو؟ ضحكوا كاملين وقال لي احمد نوقف نمشي انا جمع راسك. حمزه قال لي اسمح لي يا بابا خير ان شاء الله. احمد قال لي امك جايه للحفله. حمزه قال لي فين جايه المكتب؟ شنو الاشكال هي مولات الدار ما فهمتش. احمد قال لي ما كنقصدش سلوى كنقصد سناء. حمزه قال لي كتقصد سناء؟ احمد قال لي هذيك ماماك ماشي سناء. حمزه بسخريه وعينيه دمعات. ماما فين كانت قبل؟ اش من هذيك؟ ماما هي اللي رباتني وهي دابا حدايا عايشه قريبه ليا هي سلوى. حميد قال لي اسمع ولدي عارفه كتبغي ماماك سلوى، فعلا الام ماشي غير اللي كتولد ولكن راه كتبغى سناء امك وولداتك ودابا ورجعات كتطلب السماحه ندمات وباغا تشوفك. حمزه قال لي فين كانت قبل؟ حتى وليت راجل؟ لا اللي بحالها ما يستاهلش كلمه ماما. رماتني وانا ما كملتش 6 شهور ورجعت من بعد 22 عام. احمد قال لي الله كيسامح وكيغفر غير عاملها مزيان ملي تشوفها على قبلنا. حمزه قال لي لا ما عنديش من غير ماما سلوى. احمد ضرب في المكتب بغضب. شنو هاد الشي وهاد قله الترابي؟ حنا هنا ولينا كنترجاوك دابا وهز خنافرك السما. حمزه قال لي ما نقدرش نشوفها بابا سمح لي. احمد قال لي هذا امر مني ماشي طلبتك اوكي. حمزه قال لي يا ماما تكلمي معاه. حضنات وسلوى كانت معاهم. احمد حميد ممكن تخرجوا شويه عافاكم خلوني نهضر معاه شويه. خرج احمد وحميد. سلوى قالت لي عارفه صعيب عليك الحال ولكن يمكن كان فيها خير كون ما خلاتكش ما كنتش انا غنفوز بيك ويرزقني الله بوليد في حالك ولدي وكل واحد وظروفه. هي كانت عندها ظروف عذرها الله يرضى عليك. قالها كيفاش قدرت تبعتني 22 عام ماما انا ما نقدرش نبعد على ولدي نهار واحد. ومن بعد نقاش طويل سلوى قالت لي غير حاول تعاملها مزيان ما قلناش لك حضنها وسمح ليها. قال لها على قبلكم ماما بس راسها. دخل ياسين. سلوى قالت ليه اجي ولدي ياسين اجي. قال لها ياسين مالكم ماما؟ قال لي حمزه والو يا سي سيد. سلوى قالت لي سي سيد واش ما غتبدلش من هذا الشيء ديالك على خوك خرج ياسين وحمزه ولقاو سناء قدامهم. سناء قالت لي حمزه ولدي الحبيب ديالي حضناته بقوه. حمزه ما دار حتى ردة فعل غمض عينيه حيت هاد اللحظه ما كانش باغيها نهائيا. من بعد حل عينيه وشاف خوه الصغير اللي اصغر منه ب 12 عام. بالرغم من كلشي كان عزيز عليه واخا بينهم مشاكل واخا ماشي خوه من نفس الاب. هادي عامين كانت جات سناء عرفاتهم ولات العلاقه بينهم زوينه بزاف. كان سلوى كتشوف فيه وحاضياه وعارفه باللي غيشوف امو غيتفتح جرح القديم ولكن كتبقى امو. حاول يفلت من حضنها اللي بالنسبه ليه كان بحال النار بحال الشوك. مسحت بيديه على خدو. كيف داير يا الحبيب ديالي يا ولدي توحشتك بزاف. حمزه بسخريه قال توحشتيني انت؟ ياسين غز حمزه قال لي بلي اشاره تبت وسكت. سلم ياسين على سناء رحب بها حيت باه طلب منه يتعامل بلطف معاها. شاف حمزه خوه الصغير نزل حمزه يوسف عند يوسف بركابيه. قال له لا البطل لاباس عليك. يوسف قال لي توحشتك بزاف حمزه ماما كانت ديما كتوعدني تجيبني عندك ودابا راه جابتني. حمزه بابتسامه قال ليه ما قلناش فينا خويا انت خويا وانا خوك. باسو يوسف وعنقه بقوه. يوسف قال لي فين ياسين بغيت نتعرف عليه ونلعب معاه. ياسين قال لي مرحبا بالبطل انا خوك الثاني ياسين. يوسف عنقه تا هو قال لي نتمنى نتوما خوتي بجوج ياك. حمزه بدا كيلعب مع خوه الصغير وطلب من الخدامه تاخذوا الغرفه ديال ولده. سناء قالت لها كيف داير يا الحبيب؟ حازم بحده وقال مزيان. حاولت مرة أخرى تمسح على وجهه ولكن لمساتها كانت بحال النار بالنسبة ليه. قالت لي الله يخليك ديما بخير. سلوى حاولت تغير الجو. مرحبا بك أختي سناء كيف دايرة؟ سناء قالت لها أنا مزيانة الحمد لله بشوفتكم وانتوما بخير. عاود ثاني بسخرية قال من إمتى هاد الشي على أساس ما كنتيش مزيانة 30 عام هادي سلوى بغضب وقالت ليه ولدي هضر باحترام مع أمك. حمزة يالله بغي يهضر وهي سلوى تقول حتى كلمة اعتذر دابا. ياسين بشويه قال لها ماما
بشويه على الولد. انت عارفه شنو كاين؟ سلوى قالت لي حتى انت اسكت اعتذر. حمزه شافها وقال لها علمتيني ما نعتذرش الا ما غلطش، وانا ما غلطش، كنقول الحقيقه. سلوى تفاجات لاول مره ما داهاش في كلامها. سناء قالت لها ما وقعت حتى شي حاجه يا سلوى، خليه راه من حقه. حمزه قال لها ما طلبتش منك تدافعي ليا. ياسين قال لي مالك يا حمزه، تهدين شويه اخويا. خرج حمزه الجرده فين كاينه الحفله وخلاهم. دمعات عيون سناء. ياسين قال ليه ما تقلقش. وانت يا خالتي ما تقلقيش، هضريه، عارفه قلبه زوين، غير شويه ديال الوقت ويتاقلم. سناء قالت لي عارفه يا الحبيب ديالي، الله يرضى عليك. اما في الحفل اللي كاين في حديقه القصر، سلوى قالت لي علاش درتي هكا حمزه؟ حمزه قال لها ما كنحملش نشوفها ماما، ماشي لخاطري، ما كنقدرش نهضر معاها وما كنبغيهاش تقيسني، كنحس بالنار ولا شاحله فيا لداخلها ماما. سلوى قالت لي عمرك ما كنتي قاسي هكا ولدي. حمزه قال لها هي اللي كانت قاسيه عليا، عييت ماما. اما في زاويه اخرى احمد وياسين. احمد قال لي ياسين طلع جيب البنات. تعطلوا. ياسين قال لي واخا بابا. طلعوا طرق الباب. مريم قالت لي ادخل. قال له مش نتوما غاديين تباتوا هنا؟ وشاف نجوى قدتها المصففه ديال الشعر لشعرها، اول مره يشوف شعرها. مريم رغم تطلق شعرها والمكياج ديالها هادئ كانت بحال شي اميره. بقى كيشوف السيد ونزار راسو مصدوم. فين عقل على اسراء فيها وحتى هي حشمات. مريم قالت لي ايه فين سهيتي انت؟ ياسين قال لهم بابا كيسول عليكم، بلا ما تعطلوش يلا من بعد. اما عند عز الدين دوا مع حمزه وقال ليه اللي درتي مع امك غلط. حمزه قال لي ما تقولش على امي، عندي ام وحده اللي هي سلوى، كنت اللي درت معك خالتي كوثر هادشي شنو ردة الفعل ديالك؟ سكت عز الدين عافاك سكت. ياسين قال لهم بدلوا الموضوع دابا نتوما. ياسين كان كيقلب عينيه عليها. حمزه قال ليه على من كتقلب انت من الصباح. ياسين تلاعتم قال على عثمان خايف يشرب شي حاجه ويشوهنا. عز الدين قال ليه حسام مع نجوى تما راه ما بقاش كيحمل شي حد يجبد سميتها، غير بزاف من اللي شافهم كيهضروا نجوى وعثمان وولد عمو. دخل ياسين فجأة. عثمان سرت قدا لك شي حاجه ولا قدي لك شي حاجه مع الخديمه سير. عثمان مشى. نجوى قالت له علاش درتي هكا؟ ياسين بعصبيه قال لها شنو كنتو كتقولوا نتوما بجوج؟ نجوى قالت لي ما كيخصك شي. ياسين قال لها جاوبي. قبل ما تجاوب عز الدين طلع المنصه وقال ممكن طلب من عمي احمد بنته الانسه مريم طلع معايا ونردها لك. احمد قال لي مرحبا ولدي. طلعت مريم حشمانه كلشي كيشوفو مستغرب. السبب عز الدين ركع وخرج الخاتم من جيبه. قال ليها واش تقبلي تزوجي بيا انسه مريم المدني؟ كلشي تصدم. فرح سلوى دارت على كوثر كيتعانقوا فرحانين. مريم شافت باباها ومن بعد ياسين اللي لأول مرة بنت الفرحة على وجهه وقالت موافقة. عز الدين كان موجد كلشي حتى من العدول وتم عقد القران وسط ديك الفرحة الكبيرة. نجوى كانت فرحانة بزاف. ياسين بقى مراقبها وكيشوف فيها. كوثر قالت لسلوى باين ياسين معجب بنجوى بنيته محبوبة. سلوى قالت لها نفس النظرة ديال الحب والإسراء. كوثر قالت ليها البنت طيبة. سلوى قالت لها ايه يتيمة مسكينة كتعز عليا غير مربية. كوثر قالت لها حاولي تقربيهم لبعض. سلوى قالت لها ياسين ما بقى باغي حتى وحده غير كنجبد ليه حس الزواج كينوض عليا. كوثر قالت لها واش نعاونك صاحبتي؟ البنات كانوا جالسين في الغرفه ديال مريم. شويه طلع ياسين للغرفه عند اختو. سمع مريم كتقول. مريم قالت لها كيعجبك؟ نجوى بخجل قالت صراحه بزاف بزاف بزاف. تصدم ياسين ومشى لغرفتو. وفي الصباح جلسوا على الفطور. دخلت الخادمه انسه نجوى واحد الاستاذ باغي يشوفك. نجوى قالت لها شكون؟ سي احمد قال لها واش ما قالش سميتو؟ الخادمه قالت لها سليم. نجوى بفرحه قال سليم بصح قال سليم. بانت على ياسين الغضب والغيره كنت كتاكل فيه واخا باقي ما عرف شكون من بعد. الخادمه قالت لها لا نضت من الكرسي بحال شي طفله صغيره جا باباها وخرجت كتجري لعندو. سلوى باش تزيد تشعل الغيره شكون هاد سليم؟ حمزه هو فاهم اش بغات امه باين عليها فرحانه بزاف يمكن يكون خطيبها واش ما قالش ليكم. ناض غاضب من بلاصتو. احمد قال لي فين غادي ياسين؟ قال لي عندي الخدمه. ايوا ما تسناش رد باه ومشى. ما كانش غادي الخدمه بصح كان باغي يشوف شكون هذا. خرج وراها وشافها كتجري ناحيته حضنها بزاف وطلعها عنقها ودار بيها وباس يديها. ياسين تصدم وشعلت في قلبه. مشى للمكتب وبدا كيتعصب بوحدو. سليم قال لي توحشتك بزاف نسمه. نسمه قالت لي حتى انا قلبي واخا مشيتي وخليتيني وسافرتي.
قال لها راكي عارفه يا حياتي بالسيف عليا، احكي لي كيفاش جيتي لهنا. قالت لي كيفاش عرفتي فين انا؟ قال لها كنت شاد الجورنال فيه الصوره ديال الحفله ديال البارح اللي كانت فيها العائله كامله، فاش كانت ديك الخطبه ولا عرس كنتي معاهم، سولت شنو وصلك لهنا وعرفت بلي الخدمه. قال لها وعاودي لي دابا شنو وقع في غيابي. حكات ليه كل شيء اش وقع معاها. نسمة قالت ليه ما عارفه علاش عمي كيدير معايا هكا. قال لها والله لا حتى انا ما عارفش واش غتبقي هنا. قالت لي بصراحه مرتاحه هنا سليم، سي احمد ولا لا سلوى كيعاملوني مزيان بزاف بحال بنتهم واكثر. قال لها سليم واش متاكده نسمة غتبقي هنا؟ بصح تكوني بعيده عليا صعيبه، الله يسامح المدير ديالي كيقولوا لي باللي الفرع محتاجك تما. وقلت صوت المدير. ضحكت نجوى عليه. نسمة قالت لي عمرك ما غادي دير عقلك. خرج احمد الشريف بهيبته ومشى لعندهم. وقفوا من اللي جا تبسم الابتسامه ديالو الهاديه. احمد قال لي جيت نشوف سليم بنفسي اللي خلاك تنوضي من الماكله وتجري. نجوى قالت لي سليم عمي ولد عمي وخويا في الرضاعه بحال تقريبا ياسين وحمزه. احمد قال لها واش اللي كان مسافر بصح؟ قالت لي بالضبط يا سيدي، تصافحوا بحراره. وقال لي احمد تشرف بمعرفتك يا ولدي. سليم قال لي انا كتر يا سيدي وما عارفش كيفاش نشكرك على معاملتك للنسمه، كانت كتعاود لي عليك. قال لي هذه بنتي ماشي خادمه عندي. سليم ما كان حتى داعي لهذا الكلام. قال لي سليم الله يبارك فيك. خلاهم احمد مع بعضهم وانتهى اللقاء بعناق فيه البكاء ومشى سليم. اما ياسين دخل المكتب بحال المجنون. دخل احمد وشاف الحاله في المكتب. احمد قال لي شنو واقع يا هند؟ هند الكاتبه قالت لي السي ياسين معصب بزاف وقلب المكتب كله. قال لها واخا فين كمال وعز الدين؟ قالت لي هند السي ياسين صيفطهم لمعاينه برا الشركه. قال لها واخا سيري لشغلك. طلع المكتب ديال ياسين. احمد قال لي مالك هاد المجنون الله يهديك ولدي. كان ياسين واقف وفي يده قهوه ومعصب. وقف قدام المرايه وغمض عينيه وتفكر من اللي شافهم بجوج. فتح عينيه ورمى الكاس في المرايه تهرسات. دخلها احمد ودخل عند ياسين. فتح الباب وتفاجأ بالمرايه كلها مهرسه والحاله حاله. قال لي احمد شنو واقع ياسين؟ قال لي والو يا بابا غير مشاكل الخدمه. قال لي اش من مشكل بالضبط اللي يخليك تعصب لهاد الدرجه؟ ولدي كلشي عنده الحل. دخلت هند. سي احمد سي ياسين كاين اجتماع على الشركه ديال جي اش تي اللي حددتو مواعيدها غدا في باغي. ياسين قال لها امتى؟ قالت لي غدا. قال لها انا غنسافر. احمد قال لي علاش؟ اي واحد يقدر يمشي ماشي ضروري انت نشوفوا حمزه هو. ياسين قال لي اسمح لي بغيت نسافر انا وبابا. احمد قال لها صيفط ليهم ان ياسين مسافر هو اللي غينوب على الاجتماع. سافر ياسين بلا ما يودع حتى واحد. تغداو في صمت. احمد قال لها ولدك حماق. سلوى قالت لي علاش؟ قال لها راه قلب الشركه كامله. سلوى قالت ليه بنفره الله يهديه. مريم قالت ليه علاش ما رجعش؟ احمد قال لها راه سافر لباريس. صدمت نجوى علاش مشى هو بالضبط؟ احمد قال لها اسبوع ويرجع. اما في غرفه مريم. نجوى قالت له اسبوع كامل ما نشوفوش. مريم قالت لها راه كان معصب عليك باينه حيت بسبب سليم، حيت خويا ما كيحملش الاجتماعات برا البلاد. نجوى قالت لها راه سليم خويا. قالت لها مريم هو ما عارفش غيكون، قال غير شي واحد عندك بيه علاقه حب. نجوى قالت لها واش زعما عليا دار داكشي يكون كيبغيني زعما متاكده؟ قالت لها كيغير عليك يعني كيبغيك كلشي باين. نجوى قالت لها توحشتو بزاف مريم والله. مريم عيطت ليه. ياسين قال لي انا عيان بغيت ننعس من بعد وسد التليفون. سلوى دخلات وقالت لها نجوى بغيتك يا بنتي. مريم قالت لها وانا؟ سلوى قالت لها سيري عيطي لعز الدين. نزلوا الحديقه. سلوى قالت لها سليم ولد عمك قلتي خوك في الرضاعه باينه كنت وحشك مسكين. نجوى قالت لها عم ما شفتوش. سلوى قالت لها شنو رايك في ياسين؟ نجوى خشلات وهبطت راسها وقالت لها شنو؟ سلوى قالت لها خلينا دابا من مريم معوده ليا راه كلشي معوداه، انتي كتبغيه وكاين هاد الشيء زولي الحشمه واعتبريني ماماك. نجوى بخجل قالت لها صراحه خالتي داكشي اللي قالت لك نجوى بصح. سلوى فرحات وقالت لها حتى هو كيبغيك والدليل الشوهه اللي دار في الشركه. ياسين رجع من فرنسا وصل للقصر لقى كلشي كيتسناه وسلم عليهم. كان ياسين كيقلب بعينيه اللي بحال ديال الصقر وسلوى فهمت النظرات ديالو. قال ياسين في خاطرو واش لهاد الدرجه فرحات ملي تخلصت مني؟ حتى السلام ما جات تسلم عليا لهاد الدرجه ما بقاش مسوقه ليا. وداك خاينه خطيبها ولا عشيقها سليم وكل عقلها لهاد الدرجه. شويه كيسمع خوه كيصفر. تلفت باش يشوف علاش منبهر وكيصفر ولقى نجوى هابطه من الدرج في قمه الجمال، لافه الحجاب بطريقه رقيقه وزوينه جلابه خفيفه مستوره بحال شي ملاك. نجوى بقات مصدومه منهم كلشي كيشوف فيها ما فهمت والو. ياسين في خاطرو قال هاد التغيير كامل من نهار بن سليم لهاد الدرجه كتبغيه. عثمان قال نجوى مبروك الحجاب جاك زوين. قالت لي مريم لا راه نجوى ديجا كدير الحجاب غير ما كانتش منضبطه عليه دابا صافي كنخدات قرارها تحجب.
نجوى حشمات. ياسين شاف عثمان كيشوف فيها وزاد عصبو بغا يطرطق. نجوى قالت لي الحمد لله على سلامتك يا ياسين. قال لها الله يسلمك. في ديك اللحظه رن التليفون ديال ياسين، كانت ابيل ديال هاشم. هاشم قال لي كيف دايره صاحبي؟ ياسين قال لي الحمد لله وانت؟ هاشم قال لي فينك يا الواعر، دا السيمانه ما شفناك. ياسين قال لي كنت مسافر على قبل الخدمه. هاشم قال لي وعلاش ما جيتيش تقدم الاعتذار على التدريب؟ ياسين قال بان لي غادي نسمع اللي ما غاديش يعجبني يمكن. لا المدرب ما غاديش يديرها. هاشم بالضحك قال لي الصراحه اخويا. الضحكه قويه عمرات الدار كامله. هاشم قال لي انا جاي نسمعك داك الكلام في بلاصتو وفي دارك. سلوى قالت لي واش كنتي كدوي مع هاشم؟ قال لها كيقول انك عزمان الغدا. قالت لي سلوى ما يقدرش يوصل ليك وعيط ليا وصافي عرضت عليه. قال لها انا غادي نطلع النعس محتاج نرتاح. نجوى قالت لي اكيد من السفر والعيا غادي تعيا. ياسين بورود قال لها سمحوا لي. دازت 5 سوايع. سلوى قالت لها نوضي يا نجوى طلعي لعندو تبعيه ودقي الباب الا فتح خليه يهبط. نجوى قالت لها خالتي راه عاد طلع. سلوى قالت لها كوني تسمعي الهضره يلا يلا. طلعت نجوى وكلها وقلبها كيدق. طرقات الباب من بعد الطرقه الثانيه فتح. ياسين بورود قال نعم. قالت لي مالك يا ياسين علاش كتجاوبني هكا؟ قال لها كيفاش بغيتي نجاوب؟ نغني ونرقص ليك ياك؟ الدموع تجمعت في عينيها وقالت ما قصدتش هاد الشيء. قال لها شنو بغيتي؟ قالت ليه ماما كتقول لك هبط راه صاحبك هاشم قريب يوصل. قال انا هابط حيدي من طريقي. نزل وخلى الباب محلول واول مره الفضول غادي ياكلها ودخلت لبيتو. كانت الغرفه كبيره فيها مكتبه عامره بالروايات اغلبهم ديال الرعب وقليل فين كتلقى كتاب رومانسي حزين. اجهزه رياضيه وصور ديالهم معلقين. من بعد شويه طلع ياسين لقاها جالسه فوق ناموسيتو كتقرا في واحد الروايه ومركزه على الكلمات اللي كاتب عليها. بقى كيتاملها وتفكر الغضب ديالو. شنو كديري انت هنا؟ نجوى ابتلعتهم قالت لي والو. ياسين بعصبيه قال اش تدخلي لبيتي؟ نجوى بالدموع قالت اسمح لي. بقات فيه شويه قدام دموعها ومن بعد تشدد. خرجي من هنا وما تدخليش لهنا مره اخرى. هزت راسها ودموعها في عويناتها وخرجات. جلس ياسين تنادم مع الحال وقال هي اللي خلاتني ندير هكا البنت مجنونه. نجوى خرجت منهاره شافت سلوى وحضناتها وحكت ليها كل شيء. قالت لها سروى غير على هاد الشيء كيفاش غادي تعيشي معاه من بعد الزواج؟ صبري هو هكذاك داير. نجوى وهي كتبكي اش من زواج وهو ما مسوقش ليا. سلوى مشات لعند ياسين وقالت ليه علاش قلقتي نجوى؟ قال لها دخلت الغرفه بلا اذن وانا ما كنبغيش هاد التصرف. قالت لي عادي يا ولدي شنو فيها انت اللي قلقتيها. سلوى خداتو عند نجوى بزز ولقاها كتبكي. قلبو الصراحه تحرق عليها ولكن سكت ومشى ما دواهاش. خرج ياسين من الغرفه وسمع نجوى كدوي في التليفون مع سليم. انا جاهي انا شويه سليم من بعد. قال علاش مالكي؟ قالت لي حيت بعيد عليا سليم. سمع ياسين هاد الشي وعروق برزو بغى يخرج ياسين بغى يهرس الباب ولكن تحكم في راسو وهبط. دخل هاشم وسلم عليه بحراره وبداو كيهضروا كيضحكوا. نجوى هبطات عينيها حمرا من البكا. ياسين شافها ولكن قلبه كان شاعل وبدا كيهضر مع راسو. خديتي قلبي وهربتي وخليتيني بوحدي كيفاش تكوني قريبه مني وما نقدرش نقول لك كنبغيك. دازت ايام والبعد بقى بينهم. جا حمزه للقصر وهضر مع ياسين على الخدمه ومن بعد طلع يعتذر لماماه سلوى ولكن بقات معصبة عليه. حتى في الغدا رفضت تجلس حداه. من بعد مريم ونجوى خرجوا يتمشاو. نجوى قالت من نهار رجع من السفر ما بقاش كيهضر معايا. مريم قالت لها ولكن شفتي نظراته كان غادي يصفيها لعثمان ملي عكسك. نجوى قالت لها علاش كيعاملني برود اذا؟ قالت لها بسبب سليم ولكن غير غادي يتفهم الموضوع غادي يرجع حسن من قبل. نجوى قالت لها يا رب. ومن بعد ساعات طلعت نجوى وعطات الحاجة دواها وكان سلوى والبنات جالسين في الريسبسيون. مريم قالت لها ماما واش انتي باقيه مقلقه ولا لا من حمزه وما بغيتيش تنسيه خلاص؟ سلوى قالت لها لا لا بنتي ما مقلقاش علاش غادي نتقلق من حمزه؟ قالت لها وحسيت بك بحال مقلقه ماما. اما في غرفه ياسين فاق من النعاس وحل الثلاجه باش يشرب الماء لقاها خاسره وقال اش هاد الحاله. شاف في الساعه ولقاها الوحده ديال الليل وقرر ينزل كيف ما هو حيث ظن أن الجميع ناعس. هبط في الدرج وهو كيتفوه وكانوا البنات جالسين في الصالون وسلوى عطيها بظهرها. شافوه البنات وتصدموا شهقوا بجوج وهو تجمد في بلاصتو من صدمة. دارت سلوى وجهها حتى هي وشهقات.
طلع ياسين كيجري لغرفتو وطلعت سلوى من وراه. قالت لها مريم ماما غادي تقلب الدنيا حيت ما كتحملش شي واحد ينزل بهذا الشكل. نجوى قالت لها ياسين ما كيهمو حتى شي واحد. مريم قالت لها لا، هنا كاينين قوانين وياسين ملي كيحس براسو غلط ماشي من النوع اللي كيجادل. نجوى قالت لها ما كنتش متوقعه فيه هاد الصفه. في الغرفه سلوى قالت لي ماشي قلت لك حتى واحد ما ينزل بهذا الشكل. هز راسو شاف فيها. قالت لي شنو وقع لي لك انت دابا؟ ياسين قالها ما كنتش عارف بلي شي حد لتحت، كنت عطشان والثلاجه خاسره وجسمي مهلوك ما قدرتش نلبس وظنيت الكل ناعس. سلوى قالت ليه كتعيي راسك بزاف يا ياسين بداك الحديد اخ منك يا ولدي. ياسين قالها سمحي لي يا ماما. قالت لي ماشي مشكل، غادي نصيفط لك مع ابراهيم الماء وغدا غادي نشوفوا الثلاجه. قال لها الله يخليك ليا يا ماما. في الصباح ياسين قال لي واش ما مشيتيش الخدمه. حمزه قال ليه خديت كونجي يومين. ياسين قال لي اول مره، واش كبرتيها فيا ولا شنو؟ حمزه قال لي لا غير سولتك اخويا. ياسين قال لي مالك فحال ما عجبك الحال؟ بسبب ماما ياك؟ حمزه قال لي موضوع ماما سلوى هذيك اللي رماتني ورجعت تقول ولدي احساس صعيب عليا. ياسين قال لي صافي نسى وسامح ليها راه امك. حمزه قال لي حاولت وما قدرتش. ياسين قال لي حتى اسراء ما سامحتنيش. صعيب سامح اللي جرحك. حمزه قال لي صعيب بزاف. واش شفتي اسراء؟ حكى لي ياسين. حمزه قال لي ربنا اللي عالم بالحقيقه، وعلاش انت كتعامل نجوى بهالطريقه واعترفتي ليها بحبك؟ ياسين سكت وابتسم ابتسامه شريره. من بعد ما سولو حمزه قال لي حمزه ياسين ضحك ياسين بطريقه خلت حمزه يخاف، عرف باللي ناوي على شي حاجه خايبه. من بعد ايام ياسين كان في المكتب كيهضر في التليفون. ياسين قال لي شحال باش توصل؟ الشخص قال لي نص ساعه. ياسين قال لي ما تعطلش. جا الشخص قال لي البنت كتبغي واحد اخر، شنو دخلك فيها؟ صافي نسى. ياسين قال لي انا ما مولفش نبغي شي حاجه وما تكونش ديالي. الشخص قال لي دير اللي عجبك. ياسين قال لي ودابا هضرتي السلام عليكم. قال لي الخطه والشخص تصدم بزاف. الشخص قال لي انت حمقتي لا؟ ياسين قال لي ما عندي حتى حل اخر. الشخص قال لي حرام عليك. ياسين قال لي معايا ولا لا؟ الشخص تنهد وقال معك حيت انت الا رفضت راه غادي دير اللي في راسك. اما عند حمزه قال لها ماما سلوى باقا مقلقه مني. ياسمين الخادمه اللي بحال ماماهم الثانيه. ماماك سلوى كتنسى مع الوقت، غير هني راسك ولدي. شاف ليها بكل حب. حمزه قال لها توحشتك بزاف طاطا. ياسمين قالت لي حتى انا ولدي. من بعد يومين سلوى قالت بغينا نمشي لحفل العزوبه ولكن خالتي ما وافقاتش، ما بغيش تمشي، ما نقدروش نمشي ونخليوها وحدها. نجوى قالت لها انا نبقى معاها. احمد قال لها الله يرضي عليك بنتي. احمد صنع لياسين. ياسين في الشركه اش جيكا. ياسين قال لي غادي نجي غدا بابا. ضحك ياسين ضحكه خايبه. نجوى خافت. يوسف قال لها خالتي سلوى حمزه غادي يجي. سلوى قالت لي يوسف فرح بزاف. وفي المكتب احمد السكرتيره قالت ليه سعد الهواري راه برا. ياسين قال لها دخليه من بعد نص ساعه. ام حمزه فكان متوتر. سناء حضناته وبكات اسمح لي يا ولدي. حمزه الاول مره حس بحنانها. نفتح صفحه جديده ولدي عافاك. وفي مطعم اخر ندوزو عند عز الدين ومريم اللي كانوا جالسين وكانت الجلسه زوينه حتى دخلات. دابا جايه احداث زوينه البنات فيها خطه ياسين غتبدا وكارثه النجوى قصه حب عثمان وولد عمهم تعقد. ايوا لقاء مهم في المطعم. يلا نكمل القصه ديالنا. في واحد المطعم فاخر كانوا جالسين عز الدين ومريم وكانت الجلسه بيناتهم دافيه وقريبه بزاف. استأذن عز الدين باش يمشي للطواليت يغسل يديه. في هذا الوقت دخلت إسراء ومعها أختها أميرة. مريم شفتهم مزيان خصوصا أميرة. مريم في خاطرها قالت أنا شفت هاد البنت اللي مع إسراء قبل. فين يا ربي؟ دخل عثمان فجأة. مريم قالت لي شكون هاديك اللي مع إسراء؟ عثمان قال لها هاديك أميرة حبيبتي وحياتي. مريم قالت لي حياتك منيتك واش كتضحك؟ فهمني شنو واقع. عثمان قال لها والله حتى بصح حب حياتي وكنموت فيها ضروري. مريم قالت لي علاش ما فراسيش والو؟ ايوا كتبغيها بصح خطبها اذا. عثمان قال لها غير نكمل هاد العام ونقولها لماما والبابا. مريم في خاطرها قالت اش كيقول هذا واش منيتو؟ خرجت تليفونها وصوراتهم بلا ما يحسوا بها. خرج عز الدين من الحمام ولقى مريم معصبه. قال مالك يا مريم شنو واقع؟ خليتك مزيانه مالك معصبه؟ قالت لي بغيت نمشيو من هنا دابا نديني للدار. عز الدين قال لها واخا مي شنو واقع اميرتي؟ قالت لي غير ديني بلا ما تضغط عليا عمري عافاك. خرجوا من المطعم.
ومريم كانت حامد الله لأن إسراء ما شافتهاش، وحتى عز الدين ما شافهمش حيت غينوضوا المشاكل. أما في مكتب أحمد المدني قال لي شنو كيعني هاد الشي. سعد قال لي قل داكشي اللي عندي السي أحمد. ياسين قال لي انت اللي حليتي على راسك أبواب النار. سعد قال لي شنو قصدتي السي ياسين. ياسين بغرور قال قلت اللي عندي وغادي تقرا الأخبار ديال غدا. أحمد بالثقة قال المقابلة سلات. خرج سعد وهو معصب بزاف. أحمد قال ليه باين عليك ناوي دير شي مصيبة ولدي. ياسين قال ليه هو اللي بدا، ملي بغى يضيع من يدينا هاد الصفقة وما خلصش السلعة غيشوف شنو وقع. أحمد قال لي المهم ما ظلم حتى واحد. هز ياسين راسه وقال فاهم بابا. مريم دخلت القصر وهي معصبة بزاف. طلعت مباشرة للغرفة ديال عثمان بلا ما تدق الباب، كان وصل قبلها حيت دازت المول قبل. عثمان قال لها شنو هادشي يا مريم، دقي في الباب بعدا بنت عمي. مريم خرجت تليفونها وقالت لي شنو العلاقة اللي بيناتهم يا عثمان. عثمان تصدم وقال لها من نيتك صورتينا واش تسطيتي انتي ولا شنو. مريم قالت لي بغيتك تقول لي انك تضحك معايا. عثمان قال لها هادشي اللي كاين قلته وشفتي على عينيك. قالت لي الله يستر من بابا وعمي لا عرفوا، يا ربي السلامه شنو غيوقع. دخلت نجوى وقالت لهم صوتكم مسموع مالكم. مريم بابتسامه قالت لها والو، غير هاد الولد بغى ياخذ لابتوبي. نجوى ضحكات وقالت لها هاد الحاله كلها على بيسي الله يهديكم. ابتسم عثمان بابتسامه حزينه. من بعد يومين جا وقت السفر للحفله اللي خاصه بالعائله ديال عم مريم، وسافر معاهم ياسين. في نص الليل كان احمد قال فين غادي يا ياسين. ياسين قال لي غادي الشركه كاين امر مهم ونرجع في الصباح الوليد. احمد قال لي ما تمشيش تبات في الدار، البنت بوحدها وعيب. ياسين قال لي لا بابا ما نقدرش نبات فيها عارف. احمد قال لي كلامي واضح. ياسين قال لي واخا يا بابا. خرج ياسين وركب طوموبيلته وعيط. عطيوها العصير من بعد ساعه ونص. ايوا من بعد ساعه ونص الخادمه دات لنجوى العصير. نجوى قالت لها شكرا. وقبل ما يوصل ياسين عيط لواحد الشخص. ياسين قال لي انا ناوي اليوم. الشخص قال لي لا ياسين، لا فكر قبل ما تقرر. ياسين قال لي قررت وساليت. الشخص قال لي ماشي هادشي اللي اتفقنا عليه. ياسين قال لي السلام اقطع. الشخص خرج خايف. يا رب ما يديرش فيها هادشي حيت مصيبه غتوقع في هاد البنت، انا غنكون مشارك في هادشي. نجوى شربات العصير حست بالدوخه وطلعت لغرفتها. ياسين جا للقصر صيفط الخدامه كاملين في حالهم، طلع وراها بحال الذئب. دخل وسد الباب بالسارود. نجوى كانت شبه فقد الوعي. ياسين شنو واقع، علاش جيتي لعندي. كان كيضحك بشرانيه وكيقرب عندها. نجوى كتقول بعد من هي يا ياسين، وهي فشلانه. من بعد شويه نعسات. دخل داك الشخص المجهول. علاش يا ياسين. ياسين قال لي نجوى ديالي وما تكون حتى واحد من غيري. الشخص قال لي مستحيل تبغيه بهذه الطريقه. وخرج وهو مقلق. فقط نجوى ولقات راسها بحوايج مقطعه واللون احمر على ناموسيتها. غوتات وسدت فمها بايديها وبكات بزاف. ياسين خرج من الدوش ضحك. قال لها شنو مالك هذيك القطه. نجوى هي مرعوبه منه. علاش درتي فيا هاد الحاله، شنو درت ليك. ياسين قال لها راسي اللي قالها ليا ومزاجي. نجوى قالت لي انت ما كتسواش، انت ماشي راجل. قال لها تبغي نعاود نوريك واش انا راجل. نجوى قالت لي ما كتسواش كنكرهك. قال لها ساليتي. قالت لي غادي نمشي ندير بيك شكايه. قال لها كيفاش غتثبتي اني كنت انا واصلا انا اللي كنتحكم فيكم كاملين. نجوى قالت لي شنو. قال لها انا كنت في الشركه والناس كاملين شاهدين. نجوى بكات وبكات. شنو بغيتي مني. قال لها غادي تعرفي شنو بغيت ملي نرجع من الحفله مدام نجوى. دابا ما بقيتيش نجوى وليتي مدام نجوى. وخرج. بقات نجوى كتبكي وقررت تصفيها لراسها. نجوى دخلت الحمام، خدات الشفره دارتها ليديها. اللون احمر بدا كيسيل. الجده فاقت وكتعيط نجوى نجوى. كتعيط وقالت ما فيقتينيش اليوم بنتي. صيفطت الخادمه دخلات ولقات نجوى غارقه في لون احمر. غوته وحده. طلبوا الاسعاف دغيا. عتقوني. طلبوا الاسعاف دغيا. صحاب الدار كانوا يلاه داخلين للدار، جاو من الحفله واحمد تصدم. نجوى شنو درتي في راسك بنتي. عثمان تصدم. مريم قالت شنو واقع، لا مستحيل. ياسين كان خارج وصونوا ليه. احمد قال لي نجوى صفتها لراسها ولدي. ياسين تصدم، كان قلبه غيسكت هاد المره. خرج بسرعه وقصد للمستشفى، كان غيعمل حادثه غير ربي نجاه. الدكتور قال محتاجه دم. قلبه ما لقاوش الفصيله ديالها. جا ياسين كان هو الامل الاخير حيت نفس الفصيله. قال ليه نفس الفصيله ديالها عندي.
وتبرع عليها. جلس جنبها وهو مرعوب عليها، مسح على شعرها، كل شي ولا مصدوم فيه. كون فقدتك عمرني نسامح راسي، انتي كلشي في حياتي، كنت غادي نفقدك. فقد نجوى من بعد النهار ديال التخدير والغيبوبة، والممرضة قالت ليها راجلك كان غير حماق، وعائلتك حتى هما عائلة راجلك بكى عليك بزاف وتبرع عليك بدمه. بقات نجوى غير كتشوف بعينيها، شوية نطقات وقالت شكون راجلي اللي تبرع عليا. الممرضة قالت لها سي ياسين. دخل ياسين وقالت نجوى بغضب كيفاش خليتي دمك يدخل في جسمي؟ انت شنو اللي جابك عندي؟ علاش تبرعتي ليا؟ ياسين قال لها ما غاديش نرد عليك نظرا لحالتك. دخلت العائلة والجميع كان متأثر. حمزة مشى باسها من راسها، والسي أحمد حتى هو كلشي خاف عليها. الدكتور قال لهم خاصها الراحة ضروري. أحمد قال لي واخا دكتور شكرا بزاف. الفصل الجاي البنات غادي يكون صادم أكثر، العلاقة بين ياسين ونجوى غادي تتعقد بزاف. نكملوا القصة ديالنا.